لما مسرحية المتزوجون اتعرضت لأول مرة سنة 1976 ما كانش حد يتوقع إنها هتصبح علامة بارزة في تاريخ المسرح الكوميدي. اتعرضت 4 سنوات متواصلة، والحقيقة هي كانت نقلة نوعية في مشوار النجم الكبير سمير غانم والآخر الفنان العظيم جورج سيدو. وصفها سمير غانم بقال إنها كان أول عمل يثبت أقدامه بهذا الشكل على خشبة المسرح، هو وجورج سيدو. المسرحية دي كان فيها نجوم كبار زي سمير غانم وجورج سيدو وشيرين وغيرهم، لكن أنا عايز أكلمك على شخصية كانت مساحتها في المسرحية قليلة يعني ما كانش كبيرة، دورها كانش كبير قوي، لكن خطف الأبصار، وهو نجاح الموجي في شخصية الواد مزيكا. الشخصية دي صارت محفورة في ذاكرة كل من شاهد المسرحية. نجاح الموجي قدم الدور ده، دور الشاب الشعبي خفيف الظل اللي بيدخل في مواجهة كوميدية طريفة مع سمير غانم وجورج سيدهم، وخلق لحظة من التوهج المسرحي قلما تتكرر. التعبير بتاعه الجريء استطاع أن يحول هذا الدور البسيط إلى واحدة من أشهر الشخصيات في المسرحية بين الجمهور، خاصة الإفيه الجميل بتاعه لما سأله جورج سيدهم، قال له: قول لي يا مزيكا، أنت بتفهم في السياسة؟ قال له: أفهم في السياسة، أنا الشعب. طبعا إفيه محفوظ، لكن أنا عايز أقول لك بس إن نجاح الموجي كان فنان فريد، وعاش في توهج وسط عمالقة الكوميديا، وحقيقي عمل لنفسه دور يعني أصبح علامة في تاريخ المسرح. أنا عايز أقول لك بس إن نجاح الموجي في الدور البسيط بتاعه ده كان عميق الأداء وصادق التعبير، وترك بصمة صارت جزء من تراث الكوميديا المصرية. نجاح الموجي الحقيقة يملك موهبة حقيقية، وعنده فطنة وذكاء يعني فطري بصورة غريبة. المسرحية نفسها جميلة، ولو انت في وقت معين تشعر بالضيق او متضايق اتفرج عليها، هتمتلئ بالضحك وتمتلئ روحك بالسعادة. وحبيت اقول لك ان مش كل الادوار الكبيرة بس هي اللي بتخطف الابصار، لا، دور صغير بتاع الواد مزيكا لنجاح الموجي خطف الابصار. مسرحية جميلة وحبيت اقول لك عليها. تحياتي وبشكرك على الاستماع.